اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه كلنا بنحبها وبنروح نجيبها كده من الافران. بس بقى النهارده هنعملها بطريقه صحيه وهيبقى مشبع. تقدري تاخدي واحده كده او اتنين في الفطار، او تاخديه سناك بين الوجبات، وممكن كمان تديه للولاد في اللانش بوكس. هنعمل النهارده الباتيه بالجبنه من غير بقى دقيق ابيض. طريقته سهله جدا وبسيطه ومش هياخد معاكي وقت خالص. تابعيني في الفيديو علشان تشوفي الطريقه. يلا كده بسرعه اشتركي في القناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين بقى الباتيه اللي عملناه النهارده طري جدا وكله طبقات كده زي ما انتم شايفين. في البدايه كده انا جبت قطعه خميره صغيره زي ما انتم شايفينها كده. هحط عليها كده معلقه من العسل، معلقه صغيره من العسل. قطعه الخميره صغيره لان انا هعمل كميه صغيره من الباتيه. ممكن تستغني عن الخميره البيره، انا بصراحه بحب البيره. ممكن تستغني عنها بالخميره الجافه، تحطيها على الدقيق، هتحطي معلقه صغيره. دوبتها مع العسل بالشكل ده وحطيت عليها بس معلقتين من الميه الدافيه. وجبت كده الدقيق بتاعي، ده دقيق الحبه الكامله او الدقيق الاسمر. هجيب كده الدقيق بتاعي احطه في البوله، وهبتدي ان انا احط عليه رشه من الملح ومعلقه صغيره من اللبن البودر، ممكن تستغني عنها. وهحط كمان معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر. دي المقادير الجافه بتاعتنا، وهقلبهم كويس كده مع بعض. والمقادير الجافه كده هتبقى جاهزه. هجيب بوله كده اكبر عشان اعجن فيها، هحط فيها الدقيق اللي هي كل المواد الجافه اللي احنا عملناها دلوقتي. الدقيق واللبن البودر وكمان البيكنج باودر وذره الملح. وهبتدي احط الخميره، وهحط كده معلقتين من الزبادي. وهزود بقى ميه دافيه عشان العجن. طبعا مش هقدر اقولك الميه قد ايه بالظبط، ممكن تختلف معاكي زياده او اقل. انا مخليه جنبي كده كوبايه من الميه الدافيه، اخدت نصها او يمكن اقل من نصها، عشان حاطه كمان زبادي وحاطه الخميره. هحط كمان معلقه من زيت الزيتون وهبتدي اعجن بالشكل ده. لو لقيتي العجينه طريه كده رشه بسيطه من الدقيق. خلاص كده انا عجنتها كويس زي ما انتم شايفين وبقت جاهزه معايا. العجينه زي الفل اهو، وسهله التشكيل. بس انا طبعا طالما العجينه فيها خميره هسيبها تخمر شويه. هحطها في البوله كده وهغطيها واسيبها حوالي ربع ساعه، يعني من ربع ساعه لتلت ساعه، مش اكتر من كده. طالما الجو دافي خلاص يبقى ما تزوديش عليها. ربع ساعه او تلت ساعه حلو قوي. خلاص كده هي خمرت معانا. هبتدي بقى اشتغل على الكاونتر قدامي كده. هجيب العجينه بتاعتي وهبتدي ان انا افردها واقسمها نصين. هشتغل في نص واحد دلوقتي وهسيب النص التاني. بس طالما سبتيها في البوله كده العجينه ما اشتغلتيش فيها، لازم تغطيها عشان ما تنشفش معاكي. هجيب كده رشه بسيطه من الدقيق، وهبتدي كده احط الجزء اللي انا قطعته، يعني تقريبا نص العجينه، وهبتدي افرده بالشكل ده. معايا المردنه او ممكن برضو تفردي بايديكي، مفيش اي مشكله. وهبتدي افرد كده. معايا بقى قطعة صغيرة كده من الزبدة هوريها لكم دلوقتي. مكعب صغير يعني مش كبير، سيحته في الميكروويف. وهبتدي اخد بالفرشة كده دهنة بسيطة جدا. زي ما انتوا شايفين كده دهنة بسيطة بس من الزبدة. اهو شايفين دهنة خفيفة كده. وهبتدي بقى اقفل العجينة بتاعتي بالشكل ده. اهو شايفين حلو قوي كده. قفلتها بس برضو هدهن دهنة بسيطة ما بين كل طبقة وطبقة. وبرضو هقفل عليها تاني اخليها زي الظرف. حلو قوي قوي كده. وهركنها. وهجيب برضو الجزء التاني اللي باقي وهبتدي اعمله بالشكل ده. انا جبت كيس كده، كيس قدامي كده نضيف، رحت مغطيه العجينه بتاعتي. وهبتدي دلوقتي برضو افرد بنفس الطريقه اللي عملتها في المره الاولى. هعملها برضو في الجزء العجينه التاني. احنا عملنا كوبايتين بس من الدقيق، بس هيعملوا لنا حبه حلوين قوي. ده الجزء التاني برضو فردته. وبرضو بنفس قطعه الزبده. هروح برضو دهنه خفيفه كده. اه دهنه خفيفه قوي، وهبتدي ان انا اقفلها. حلو قوي كده. هقفل بقى الاجزاء كده زي ما انتوا شايفين زي الظرف بالظبط. هجيب الناحية دي كده، ايوه، والناحية التانية برضو. بس هدهن برضو زبدة عشان ما يلزقش في بعضه. برضو الناحية دي، وهبتدي اقفلها زي الظرف. تمام قوي كده. وهسيبهم كده واجيب بقى الصينية بتاعتي. وابتدي ادهنها دهنة زيت خفيفة اللي انا هحط فيها الباتيه بتاعي. اهو. هسيبهم كده حوالي بس 5 دقايق، مش اكتر من كده، بس يريحوا معايا. وهدهن كده دهنة خفيفة من الزيت، بس هي الفرشة كانت مطرح الزبدة، مفيش اي مشكلة. هجيب بقى العجينة بتاعتي اللي انا فردتها في الاول، وهبتدي افردها تاني بالشكل ده. اهو بالمردانة كده بسرعة، مش تاخد وقت خالص. طبعا الخطوات دي هتقولوا انها تقيلة او صعبة او كده، لا لا لا، ده ما بتاخدش دقايق. يعني على طول على طول، ما بتاخدش وقت معاكي خالص. هفردها تاني برضو كده. واديها دهنة بسيطة قوي من الزبدة. على فكرة احنا ما استخدمناش زبدة كتير، ده هو مكعب واحد. سيحته في الميكروويف بقى معايا بالشكل ده، وهو ده اللي هستخدمه في العجين، مش هزود عن كده.
طبعا الزبده اللي انا بستخدمها لازم تكون زبده طبيعي، ما تكونش زبده نباتي او خليط. فردت العجينه بتاعتي وقسمتها نصين بالشكل ده عشان ما تبقاش كبيره معايا. وهبتدي برضو ارقق وافرد الجزء اللي انا هشتغل فيه اهو. كل الكلام ده يا جماعه ما بياخدش وقت خالص، ده بسرعه بسرعه بتعمليه، ما بياخدش معاكي دقايق خالص. وهدي برضو مسحه من الزبده اهو بسيطه على قد بس الفرشه كده. ومعايا جبنه كده انا عاملاها بالزعتر حلوه قوي، لازم تكون برضو الجبنه طبيعي، ما تكونش من دهون نباتيه. مهم جدا الحته دي لان الاجبان اللي من دهون نباتيه مؤذيه جدا ومضره للصحه. ما تعوديش ولادك عليها وما تجيبهاش البيت خالص. وهبتدي بقى ارول كده الرول بتاعي عشان اقدر ان انا اقطعه واعمله زي الباتيه. الجبنه دي زي ما بقول لكم كده جبنه طبيعي ما فيهاش اي دهون نباتيه، حطيت عليها معلقه من الزعتر وهرستها كده مع الزعتر، بتدي نكهه حلوه قوي. حتى الباتيه بتاعنا وهو بيتخبز بيبقى ريحته حلوه وطعمه جميل. ممكن تحطي كمان في العجينه معلقه من الزعتر برضو بيدي طعم حلو قوي. وهبتدي بقى اقسم، عايزاها كبيره عايزاها صغيره زي ما يعجبك. شايفين بقى شكله عسل ازاي؟ وبصوا بقى الطبقات بجد تحفه. طريقته سهله قوي وبسيطه قوي وما خدتش دقايق وما كلفتناش اي حاجه، بس النتيجه بجد هايله. النتيجه حلوه جدا. وما تقوليش ابدا ان ده معمول من الدقيق الاسمر ولا الكلام ده، بجد نتيجته حلوه قوي. التانية برضو هعملها بالشكل ده، نص العجينه الاولانيه اهو. وببتدي كده اقفلها كويس وارولها كده وبعد كده اقطعها. شايفين ما بياخدش وقت خالص. هجيب بقى العجينه بتاعتي التانية هفردها برضو بالشكل ده، واحط كده يعني رشه بسيطه كده من الزبده بعد ما اقسمها كده قطعتين، واحط برضو الجبنه بتاعتي وخلاص كده بقى جاهز معايا. هعمل بقى كله بالشكل ده. اي نوع جبنه انتي بتفضليها حطيها، او عايزه برضو اي حشوات تانية براحتك، بس انا عاملاه النهارده بالجبنه. شايفين بقى الطبقات بجد يا جماعه تحفه. وكمان لما يتخبز هتبقى نتيجته حلوه قوي. عملت بقى كمية العجين اللي عندي كلها كوبايتين الدقيق اللي انا عجنتهم، وسبته بقى يخمر حوالي ربع ساعة كده في الصاج. وابتدأت بقى اجيب معلقة من اللبن ودهنت وشه بالشكل ده، واي بذور انت عايزة تحطيها. ممكن تحطي سمسم، ممكن تحطي حبة بركة، ممكن تحطي قطعة كده من الشوفان، اللي يعجبك. ممكن ما تحطيش حاجة خالص. دخلت الفرن بقى بس بعد ما خمر شوية تسيبيه ربع ساعة او نص ساعة كده على حسب درجة حرارة الجو، وتدخليه من 180 ل 200 على حسب برضو الفرن بتاعك. شايفين بقى بعد ما طلع ما اخدش ربع ساعة يا جماعة في الفرن. شايفين بقى الطبقات والجمال والحلاوة، وطري جدا بس هي سخنة في ايديا ومش قادرة امسكها. شايفين بقى الجمال بجد، ريحته وطعمه مفيش بعد كده. وكفاية ان هو صحي، عملناه بالدقيق الاسمر. وكمان قطعة الزبدة اللي احنا استخدمناها لازم تكون زبدة طبيعي، ما تكونش اي مصدر نباتي ليها. وكمان حطينا معلقة زيت زيتون بس في العجن، يعني مفيش اكتر من كده. طريقته سهلة وبسيطة وما كلفتناش اي حاجة. وعملنا الكمية دي كلها. طبعا في تاني لسه في الصينية، بس انا عايزة اوريكم بقى الطراوة بتاعته. بصوا بقى الجبنة، انا استخدمت نوعين من الجبنة بس الاتنين كانوا طبيعي. شايفين طري ازاي؟ وشايفين بقى الطبقات حلو جدا، يمكن احسن كمان من اللي بتجيبيه في الفرن. كفايه ان انت عاملاه بايديكي ومتاكده من المكونات بتاعته. ممكن بقى تاخدي واحده او اتنين كده في الفطار مع كوبايه شاي، وممكن كمان تاخديه كسناك كده بين الوجبات، واحدايه كده سناك بين الوجبات بتبقى حلوه قوي. شايفين الطبقات بجد تحفه. وممكن كمان تديه للولاد في اللانش بوكس وهم رايحين المدرسه، حلو جدا وموفر. ممكن تعمليه كده مره واحده في الاسبوع. انا بحطه كده في العلبه وبقفل عليه وبشيله في التلاجة وبطلع وبدي للولاد، بيبقى حلو جدا. طريقته سهله وبسيطه ومش مكلفه وما اخدش مننا وقت كتير. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.